السلام عليكم. محدش يشتري عربيات مستعملة، ده عنوان الفيديو. ليه؟ هنقول لكم ليه بالتفصيل. تخيل ان لحد دلوقتي في ناس لما تخش على مواقع دوبيزل وهتلاقي، والمواقع بتاعت عرض العربيات المستعملة، هتلاقي في ناس منزلة مثلا اكسنت ار بي 2017 عداد 95,000 كيلو، استعمال طبيب طوارئ، يعني بيروح بيها الطوارئ ويرجع لما بيتصلوا بيه. بكام بقى؟ 780,000 جنيه، استبن لم يلمس الارض. حضرتك اصلا العربيه زيرو ب 730,000 جنيه. يقول لك لا، ده الفئه الاولى يا باشا، انا الفئه الاعلى، انا اعلى فئه في العربيه، فيها اي بي اس واي بي دي وفيها 2 ايرباج. طب ما خلاص الفئه اللي بعديها ب 760,000 جنيه وفيها اي بي اس واي بي دي وفيها ايرباج. يا باشا لا، ده انا اعلى فئه، ده انا معدل، ده انا مركب جنوط، ده انا مركب شاشه. حضرتك عربيه بقى لها 6 سنين، داخل في 100,000 كيلو، انا مالي دكتور طوارئ ولا دكتور بواسير؟ انا مالي يا عم. حضرتك العربيه دي خلاص كده كفايه. العربيه الزيرو يا باشا ب 730,000 جنيه اكسنت ار بي. لو عايز الفئه الثانيه اللي فيها امان 760,000 جنيه. ففي ناس هتقول لي هي دي عربيه؟ انا بتكلم على مستوى سعر العربيات ما بين الراجل اللي بيبيع مستعمل وسعرها اصلا زيرو كام بكياسها. تيجي بقى العربيه هيونداي اي دي مثلا، تلاقيه يقول لك هيونداي اي دي 2018 تاني فئه 880,000 جنيه. حضرتك خلاص بقت زيرو ب 900,000 جنيه اول فئه. الكلام ده ما كانت بمليون و300 ومليون و400. العربيه اول فئه بقت ب 900,000 جنيه. انت يعني ازود 50,000 جنيه على السعر اللي حضرتك عايزه واركبها زيرو زيرو لسه المكنه ما مشيتش، ولا اجيب عربيه مستعمله ماشيه 100,000 كيلو؟ لازم نوزن الكلام. تعال بقى للكبيره، تويوتا كرولا 2017، اصلها خليجي، فيها اوتو بارك بتركن لوحدها، ماشيه قد ايه يا باشا؟ ماشيه 170,000 كيلو، استبن لم يلمس الارض. حضرتك عايز فيها كام؟ 980,000 جنيه. 980,000 جنيه؟ ما التويوتا كرولا موديل 26 اول فئه بقى بمليون 100 تقريبا او مليون 150. يعني ازود 150 واركب موديل السنه يا جدعان؟ وانتوا بتتكلموا ازاي؟ لذلك اسعار المستعمل لا بتستعبط. الناس تجار المستعمل بيستعبطوا. انا ماليش ذنب ان حضرتك عملت صفقه عربيات حلوه ولميت شويه عربيات مستعمله لما كان اسعار المستعمل عالي، على اساس ان الاسعار كل يوم بتعلى اكتر، فحضرتك هتبيع وتكسب اكتر. فهوب الاسعار كلها وقعت، فحضرتك خلاص بتخسر. طب انا ذنبي ايه طيب ان انا اشتري عربيه مستعمله زيها زي الزيرو؟ مع حضرتك خلاص بتخسر. اركنهم بقى لما تبقى الاسعار تغلى تاني لو غلي، او خلاص بيع بقى بخساره. لان حضرتك بعد ما هتبيع بخساره هتشتري مستعمل بسعر بقى حلو او جديد بسعر حلو، وهترجع تدور الفلوس تاني. فانا ماليش ذنب، خلاص انا ما اشتريش منك، هفضل ادور مش هلاقي مستعمل مناسب، هشتري زيرو. لذلك نصيحتي ما تشتريش عربيات مستعمله الا اللي سعرها طبيعي. يعني تلاقي صاحب العربيه سعره طبيعي مش خزعبلي، يعني اقل من الزيرو ب 200,000 جنيه و250,000 جنيه والعربيه حالتها حلوه، مش مشكله انا اوفر واركبها. انما غير كده اوعى تشتري. الناس دي بتهزر يا جماعه، الناس بتهزر. وعربيات الزيرو سعرها ونزولها، وعربيات التجميع المحلي والعربيات الصيني وقعت اسعار المستعمل. انت دلوقتي عربيه الصيني اس يو في بتتكلم لوحدها وبتقول بابا وماما وفيها كاميرات 360 درجه ب 800,000 جنيه. انت عايز ايه تاني؟ عندنا البايك يو 5 السيدان اللي بتعمل كل حاجه، اللي فيها شاشه عامله زي توشيبا 56 بوصه. حضرتك العربيه دي اصلا ب 740,000 جنيه او 720,000 جنيه زيرو، هركبها زيرو. فاسعار المستعمل فضايع، واسعار الصيني واسعار التجميع المحلي وقعوا سعر المستعمل جامد وهيفضل يقع. وانا بقول ان لحد اول السنه الاسعار تقريبا في اتجاه انها تنزل اكتر. طول ما سعر الدولار بينزل او مستقر ما بيطلعش، فخلاص انت حضرتك مسعر الدولار على 70 جنيه اصلا، وكنت جايب العربيات دي في الغلو جامد. فصاحب العربيات الزيرو والمعارض والتوكيلات شايفين ان الدولار نازل نازل نازل، فلازم غصب عنه هيفضل ينزل، وكل يوم هينزل. غبور اللي ما كانش بينزل حاجه بقى ينزل بال 100,000 جنيه. فالفتره الجايه بلاش نشتري المستعمل،
نخلينا في العربيات الزيرو افضل طالما المستعمل سعره بعيد. اما لو سعره كويس نتجه للمستعمل طالما العربيه حالتها حلوه وسعرها مناسب، وفي فرق 200 250 الف جنيه بين العربيه المستعمله اللي تكون مثلا فرق الموديل سنه سنتين بالكتير وبين العربيه الزيرو. ده كان فيديو سريع، جمعنا الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.